إذا يوم عربي مميز جدا جدا بعد ما فازت السعودية على الأرجنتين وبعد ما تعادلت تونس مع ثالث أوروبا الدنمارك، واللي بدعونا للفرح والفخر بالسعودية وتونس إنهم حققوا نتائج إيجابية بأداء أكثر من رائع. مش بس هيك، بل كانوا هم الطرف الأفضل في المباراتين. والسؤال اللي بيطرح نفسه، إحنا كعرب شو نستنتج من أداء السعودية وتونس اليوم؟ إنه كرة القدم تلعب أولا بالقلب قبل كل شيء. يعني مستحيل تفوز بمعركة وإنت ما معك محاربين حقيقيين مستعدين إنهم يموتوا في أرض الملعب عشان الشعار وعشان البلد. وإنه ثقة اللاعب العربي بنفسه وبإمكانياته مهمة جدا جدا، وإنه الروح الانهزامية واستخفاف الذات أمام المنتخبات العالمية الكبيرة كان سبب في الظهور المخيب للآمال للمنتخبات العربية في كافة المونديالات السابقة. وإنه عندما كان يثق المنتخب العربي بنفسه بإمكانياته كنا نشوف أداء عالي بغض النظر عن المنتخب يلي كان يقابل المنتخب العربي. والدليل في عام 2009 في كأس القارات، مصر وثقت بنفسها وفازت على إيطاليا وكادت إنها تفوز على البرازيل لولا الأخطاء التحكيمية، وخسرت وقتها 4-3. وفي 2010 مونديال 2010 أيضا محاربو الصحراء كانوا واثقين بنفسهم جدا جدا وكادوا إنهم يقصوا المنتخب الألماني من دور ال16 وخسروا بالأشواط الإضافية. الخلاصة إنه اللاعب العربي بحاجة إلى عقلية الفوز وإنه يثق بنفسه فقط. صدقوني، ولا إمكانيات المنتخبات العربية عالية جدا. بنشوف أبرز نجوم العالم وهم نجوم عرب، صلاح، محرز، زياش، يعني نخبة من اللاعبين العرب متألقين في الدوريات الكبرى ويعتبروا من أفضل اللاعبين في العالم. اللاعب العربي لازم يدرك إنه مش طارئ على كرة القدم ولا إنه بعيد عن كرة القدم. اللاعب الغربي ما بيتميز عن اللاعب العربي بإنه أكثر مهارة، بل بأنه عنده عقلية مختلفة اللي هي عقلية الاحتراف. يعني الكرة العربية والمنتخبات العربية بإمكانها أنها تثبت علو كعبها على كبرى المنتخبات العالمية، برازيل، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين وغيرها من المنتخبات، بشرط أنها تلعب الند للند. وبعد الأداء الممتع للمنتخب السعودي فوزه على الأرجنتين والأداء الأكثر من رائع للمنتخب التونسي أمام الدنمارك، آن الأوان للمنتخبات العربية أنها تآمن بنفسها أكثر وتكسر حاجز الخوف من المنتخبات الكبيرة في العالم، وأنها تآمن أنه كرة القدم عبارة عن 11 لاعب مقابل 11 لاعب، وأنه الروح تتقدم على أي مهارة أخرى في كرة القدم. لكن الرهان اليوم على عقلية اللاعب العربي. هل هو قادر يتحمل الضغوطات؟ هل السعودية قادرة أنها تستثمر الفوز على الأرجنتين وتكمل في كأس العالم، ولا راح نشوف أداء باهت المباراة القادمة؟ ونفس الأمر ينطبق على تونس. ونتمنى انه كمان المغرب يعني تقدم اداء مشرف، وكمان قطر انها تستدرك وتعوض ما فات.